أنا منال عندي 30 سنة. النهاردة هحكي لكم حكايتي، يمكن أكون عبرة لغيري ويمكن ألحق حد قبل ما يقع في نفس الغلطة اللي أنا وقعت فيها. بس أرجوكم بلاش تحكموا عليا قبل ما تسمعوا قصتي للآخر. وقبل ما أبدأ القصة بدعوكم تعملوا لايك واشتراك للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. أنا منال عندي 30 سنة، اتجوزت من 5 سنين. كتير من قرايبي وصحابي كانوا بيحسدوني على جوزي أحمد، لأنه كان طبيب أسنان مشهور، مستواه المادي كويس جدا وطبعه هادي. وممكن دي كانت المشكلة الكبيرة، هو كان هادي لدرجة الانطوائية. كتير يعني بيميل للعزلة، مش عايز أي اجتماعات أو زيارات أو حتى علاقة بينا وبين جيراننا أو قرايبنا. ما كانش ده عيبه الوحيد، أحمد كمان كان من الرجالة اللي بتحسبها قوي. ما أقدرش أقول عليه إنه بخيل، كنا بناكل وبنشرب وبنلبس، لكن مفيش أي رفاهيات، مفيش خروج، مفيش نوادي. كان شايف إن دي حاجات ملهاش أي لازمة، وإن الأفضل إن الفلوس دي تتشال على جنب علشان يعني تقلبات الزمن وكده. ده غير كمان إن ربنا ما رزقناش بنعمة الأطفال. أنا راضية الحمد لله، أنا عارفة إن ده رزق وعندي يقين إن ربنا هيعوضني. لكن عايزاكم تتخيلوا حياتي مع جوزي اللي موفر كله ومنعنا برا البيت، انطوائي ومفيش علاقات اجتماعية ومفيش خروج ومفيش أطفال. قرفت حتى من الحياة، وكمان كان رافض فكرة إن أنا أشتغل تماما. وكتير طلبت منه إن أنا أشتغل علشان أشغل وقتي وأحقق ذاتي. كان دايما رده إن إحنا مش محتاجين تشتغلي وتبهدلي نفسك، وإن هو ما بيحبش الاختلاط الكتير. قلت له أنا زهقانة، اديني حتى جزء من وقتك أو حتى اسمح لي أزور قرايبي أو صحابي. لكن كان دايما بيرفض بحجة إن الناس ما بيجيش وراها إلا المشاكل، وإن العلاقات بعيد عنها أحسن بكتير. وكان دايما يقولي اشغلي وقتك بالقراءة أو اتفرجي على التلفزيون أو حتى تعلمي الخياطة وسلي نفسك وانتي في البيت أحسن. وأحمد ما قدرش إن أنا بني آدمة وعندي مشاعر محتاجة وجوده جنبي، محتاجة حد يسمعني ويكلمني. الحياة مش بس أكل وشغل، الوحدة كانت كل يوم بتقتلني، لدرجة إني كنت كتير بتمنى من ربنا الموت. وهي ايه الحياة من غير ناس ومن غير أطفال ومن غير شريك حياة أو حتى شغل أثبت فيه نفسي وأحقق فيه ذاتي؟ أكيد كتير منكم هيقول عليا إن أنا بتدلع، وإن طالما هو كويس معايا ولا في ضرب ولا في إهانة ومش بخيل يبقى أحمدي ربنا وعيش. لكن صدقوني الوحدة كانت كفيلة تغير حاجات كتير جوايا، وده اللي هتعرفوه لما تكملوا باقي القصة. بداية المشكلة كانت بسبب صديقة ليا، حكت لها تفاصيل مشكلتي، والغريب إنها كانت بتعاني من نفس ظروفي ومن نفس الفراغ اللي أنا عايشة فيه. نصحتني إن أنا أشترك في الإنترنت وأقضي وقتي عليه ومش هحس ساعتها بأي فراغ، وإنها من بعد ما اشتركت فيه حياتها اتغيرت تماما، وبدأت تتعرف على ناس كتير وشغلت الفراغ اللي كان مالي حياتها. وبعد مناقشات كتيرة ومحاولات أكتر، أخيرا أقنعت أحمد ووافق إنه يدخل الإنترنت في البيت. وفعلا كلام صاحبتي كان حقيقي، وكنت حاسة إني في عالم تاني ملوش آخر. ما بقيتش أحس بالوقت وهو بيعدي خالص، لدرجة إني خلاص ما بقيتش عايزة أحمد يرجع بدري من شغله. كنت عايزة أعيش أطول فترة ممكنة في العالم ده. كونت صداقات كتير، وكل يوم بقى فيه ناس أحكي لها وتحكي لي، ونتشارك مع بعض مشاكلنا. ولحد هنا ما كانش فيه أي مشكلة. المشكلة بدأت بعد ما تعرفت على زياد. زياد كان شاب محترم جدا، وعنده قدرة غريبة إنه يسمعني ويحتويني. كنت فعلا بحس بقيمتي وبحس إني أخيرا لقيت حد يفهمني ويقدرني. كنا مجرد بس أصدقاء، وما كنتش بحس بأي نوايا سيئة منه، لكن برضه كنت حذرة جدا معاه، وما كنتش بديله رقم تليفوني نهائي. كل كلامنا كان على برنامج الشات وبس. وفي يوم من الأيام اتفاجئت باتصال من شركة الإنترنت، وبلغوني بانقطاع الإنترنت لمدة شهر علشان كان فيه عيب في السلوك. كنت ساعتها هتجنن، ازاي عايش الشهر ده ومعقول هرجع تاني للفراغ اللي كنت عايشاه؟ ملقتش قدامي حل غير ان انا ادي رقم تليفوني لزياد علشان نقدر نتواصل مع بعض خلال الشهر ده. ما انا خلاص ما بقيتش قادرة استغنى عنه. وفي مرة من المرات وانا بتكلم معاه كان موبايلي ساعتها هيفصل،
فطلب مني رقم تليفوني الأرضي علشان نكمل كلامنا عليه. اترددت ساعتها شوية، لكن بسبب تعلقي بيه وحبي للكلام معاه اديتله رقم التليفون. ودي كانت أكبر غلطة عملتها في حياتي. بعد ما اديته رقم التليفون الأرضي بدأ ساعتها سلوكه يتغير معايا، وبدأ يطلب مني صور، وبدأ كلامه يتطرق لأمور خاصة قوي ما ينفعش نتكلم فيها. ومش بس كده، ده كمان طلب مني إنه يقابلني، ومع استمرار رفضي لطلباته ظهرت شخصيته الحقيقية قدامه، وتحول بعدها لإنسان غير اللي أنا كنت عارفاه. وبدأ يهددني إن أنا لو ما سمعتش كلامه هيتكلم على التليفون الأرضي بالليل، وهيفضل يتصل بالليل، وهيحكي لجوزي عن علاقتنا، وهيعرفه كل مشاكلنا وكل أسرارنا. وده كان كفيل إن هو يدمر حياتي كلها. حسيت إن حياتي اتدمرت، ومبقتش عارفة أتصرف إزاي. يا ترى أوقفه على ابتزازه ده وأعمل الحاجات اللي ضد مبادئي، ولا أسيبه يكلم جوزي ويدمر حياتي وأتفضح بين أهلي وعيلتي؟ وبدأت أماطل فيه كل شوية، يعني كل يوم أقوله طيب بكرة، طيب بعده، طيب معلش أصلا أنا عندي ظروف. لكن مع الوقت خلصت كل حججي، وبدأ هو يفقد أعصابه. وكان كلامه الأخير معايا إن خلال أسبوع لو ما نفذتش كل طلباته ناوي على إنه يدمر حياتي كلها. أنا دلوقتي حقيقي مش عارفة أتصرف إزاي. أحكي لجوزي وأنا عارفة إن هو عمره ما هيسامحني أبدا، ولا أرضى بتهديده ليا، وعايز أذل نفسي طول عمري ليه؟ وهل أنا مذنبة لوحدي؟ أنا عارفة إن إهمال جوزي مش مبرر ليا، لكن على الأقل كان المفروض يديني وقت من وقته، أو يديني مساحة ليا، أو يسمحلي بالخروج وإن أنا أحقق ذاتي وأشتغل على نفسي. ياريت تقولولي أعمل إيه في المشكلة اللي أنا واقعة فيها دي. وطبعا أنا بحكي لكم القصة دي علشان كل واحدة تاخد بالها من نفسها، وما تكلمش أي حد على النت لمجرد بس إن هي تسلي وقتها أو تقضي وقت فراغها. قضي وقت فراغك في أي حاجة تسليكي، وبعدي عنك الضرر، علشان الزمن ده محدش عاد ضامن أي حاجة ممكن تحصل فيه. وما تثقيش في أي حد ولا في أي شخص تكلميه. أنا للأسف وثقت في الشخص ده، وطلع استغلالي وأناني وما بيحبش غير نفسه، وكمان ما احترمنيش، وله حق ان هو ما يحترمنيش. ما انا المفروض ما كنتش اعمل كده في الاول. بس انا دلوقتي ندمانة ومش عارفة اتصرف ازاي، وخايفة ان انا اقول لجوزي، وجوزي طبعه شديد، وطبعه يعني ممكن يطلقني، وممكن قضيتي دي توصل لطلاق، وساعتها انا هتفضح بين نفسي وبين اهلي وبين كل حتتي، واهلي ساعتها مش هيقبلوا ان انا ارجع لهم مطلقة. فياريت تقولولي اعمل ايه، لان انا لو طوعت الشخص ده هيفضل يتمادى معايا وهيطلب اكتر من اللي يطلبه. ممكن كمان يطلب ان هو يقابلني. ما هو محدش متوقع شخص زي ده ممكن يعمل ايه. ياريت تقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. والقصة دي عبرة وعظة لكل واحدة انها تاخد بالها من نفسها، وما تتكلمش مع اي حد غريب.